السلام عليكم، ازيكم يا كانفاوية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو بتاع النهارده اول فيديو من سلسله ازاي تكسب فلوس على كانفا بالموبايل. طبعا زي ما شفنا الفيديو اللي فات انا قلت لكم على التخصصات اللي نقدر نشتغل فيها على كانفا وايه الحاجات اللي هنعملها الفيديوهات الجايه. فاحنا باذن الله في الفيديو بتاع النهارده اول حاجه هعلمها لكم وازاي نقدر نشتغل بيها وازاي نقدر نبيعها ونعرضها على الزباين ونجيب العملاء ازاي. هنشتغل اول حاجه في البيزنس كارد او الكارت الشخصي زي اللي انت شايفه قدامك ده. باذن الله في الفيديو بتاع النهارده انت لو ما تعرفش اي حاجه في كانفا خالص انا جاي اقول لك كل حاجه عن الطباعه وازاي نقدر نشتغل فيها وازاي نقدر نبيع الكارت زي ما قلت لك. فعاوزك تصلي على النبي قبل اي حاجه وما تنساش تعمل لايك الفيديو. ويلا بينا نبدا في الفيديو بتاع النهارده، وعايزك تركز معايا ولو عندك كوبايه شاي او كوبايه قهوه هات اشربها وكمل معايا الفيديو. يلا بينا. اول حاجه يلا بينا نصلي على النبي زي ما احنا متعودين وندخل على بنترست. زي ما انا قلت لكم قبل اي تصميم لازم تعمل تغذيه بصريه عشان ده هيريحك جامد قوي في الالوان واختيار الخط ومش عارف ايه، ده كله هتحتاجه وانت بتعمل التصميم. تمام، فانت هتكتب في البحث هنا اكتب كارت شخصي او بيزنس كارد، كارت شخصي. بعدين تبحث هتلاقي في حاجات كتير زي اللي انت شايفها قدامك دي. يعني انت لسه بتتعلم، ممكن تشوف شكل زي ده مثلا وتحاول تقلده على كانفا. ممكن تشوف شكل احترافي مثلا زي كده اكتر، مثلا شكل زي كده يكون فيه صور زي كده تحاول تقلده. احنا مثلا ممكن في الفيديو بتاع النهارده نعمل كارت اللي هو بيكون فيه صور زي كده. تمام، فاحنا مثلا بعد ما تعمل تغذية بصرية وتشوف الالوان وبتاع، احنا ننزل الصورة دي عشان ناخد منها اللون الاحمر والاصفر. هنعتبر ان احنا بنعمل كارت لمطعم برجر ومشويات وكده. تمام، انت اعمل تغذية بصرية وشوف تصاميم على قد ما تقدر واتفرج وخلي عينك تملى تصاميم اكتر عشان ترتاح وانت بتعمل التصميم. تمام، بعد كده يلا بينا ندخل على كانفا. انا هعتبر ان انت صفر ما تعرفش اي حاجة في كانفا خالص. تمام، انت دخلت على كانفا هتلاقي في حاجات تحت اسمها انشاء وتصاميمك والقوالب ومش عارف ايه، تدوس على انشاء كده. بعدين هتلاقي في كلمة البحث فوق دي دوس عليها، اكتب كارت شخصي. لو انت ما تعرفش المقاس تمام ممكن تدوس كارت شخصي كده، هتلاقي في جالك مقاس الكارت بطاقة عمل افق دوس عليها. احنا طبعا عارفين المقاس، هنرجع خطوة لورا وبعدين هتقلب شمال شوية هتلاقي في كلمة تخصيص الحجم دوس عليها. بعدين اهم خطوة زي ما احنا متعودين الوحدات في الطباعة بتبقى بالسنتيمتر، دوس على الوحدات بعدين اختار السنتيمتر. تمام، بعدين خلي الطول 5.6 والعرض 9.6. بعدين دوس ابتكار تصميم جديد، هتلاقي فتح معاك التصميم زي ما انت شايف كده، هو المقاس ده بتاع الكارت. تمام، بعدين اقلب الصفحة شمال كده عشان تفتح صفحة تانية عشان يبقى الوش والظهر، وبعدين ضيف صفحة تالتة علشان اقولك هتعمل فيها ايه. ماشي، بعدين ضيف الصورة اللي انا لسه نزلتها اللي هاخد منها الالوان دلوقتي. انا نزلت الصورة دي من بنترست عشان اخد بس منها درجة اللون الاحمر والاصفر. دوس على عناصر بعدين اختار شكل مربع او دائرة، مثلا اختار شكل مربع ده هتلاقي جاب لك اللون الاصفر تلقائي لوحده. تمام، حط هنا مثلا ودوس تكرار تاني. بعدين احنا عاوزين ناخد درجة اللون الاحمر ده او النبيتي، هتدوس على المربع اللي انت لسه جابه دلوقتي وبعدين كلمة اللون دوس عليها وهتلاقي الالوان اللي على اليمين خالص دوس عليها، وهتلاقي بعدين في قلم تحت على الشمال دوس عليه وبعدين شده كده على اللون اللي انت عايزه هتلاقي جاب لك على الاحمر. بس كده امسح الصورة دي احنا مش عايزينها خلاص. تمام كده احنا معانا الدرجتين اللي هنشتغل بيهم في الكارت. يلا بينا نبدأ. في اول حاجة نصلي على النبي ونتوكل على الله والموضوع سهل. حتى لو انت لسه في الاول ما تعرفش اي حاجه سيبها على الله. تعالى اول حاجه نشتغل على الوش زي ما احنا متفقين كده كده. في وش الكارت مش بنعمل شغل جامد قوي، يعني هو بيكون بس اللوجو موجود بتاع البراند بس مش بيكون فيه شغل جامد قوي. تمام، احنا مثلا نخلي الخلفيه لونها اصفر، بعدين ندخل على العناصر اختار شكل مربع ابحث فوق او هتلاقي هنا في الاشكال. ماشي، خلي لونه ابيض او احمر، احنا مثلا هنخليه مثلا ابيض. تمام، المربع ده تقدر تعمل بكذا طريقه، ممكن تخليه كده في نص التصميم بالظبط وتضيف هنا في النص اللوجو، او ممكن تخليه مثلا يكون في النص كده، يعني اختار اي طريقه من الاشكال دي، او ممكن تخليه معمول بزاويه كده مثلا اخليه بالشكل ده. بعدين ندخل على عناصر عاوزين نجيب شكل دايره، ممكن تبحث هنا على دائره او ممكن تلاقي في الاشكال تحت دوس على الدائره كده بعدين خلي اللون ابيض. ماشي، خليه كده. ركز بقى في الحركه دي، بعد ما خليت الدايره لونها ابيض شايف كلمه النمط اللي جنب اللون دوس عليها بعدين دوس على الخط اللي جنب العلامه دي. تمام، بعدين السمك خليه 2 مثلا. ماشي، السمك خليه 2. بعدين ادخل على لون الخط خليه مثلا اصفر بالطريقه دي، بصوا هتلاقيها اتعملت بالشكل الجميل ده. بعدين ندخل على عناصر عاوزين دلوقتي نجيب اي لوجو علشان نضيفه علشان نكمل الكارت بتاعنا. دوس مثلا لوجو مطعم، ابحث على لوجو مطعم هتلاقي في حاجات زي اللي انت شايفها قدامك دي ظهرت كتير اوي. احنا عاوزين نجيب اي شكل وخلاص، مثلا كده نعمل بيه التصميم. ممكن نجيب الشكل ده. تمام، حطه في نص الدايره بالظبط. تمام، واللون الاحمر خليه احمر اللي معانا في الكارت، واللون التاني ده خليه اصفر.
هتلاقيه اتعمل معاك بالشكل الجميل ده. تمام. بعد كده احنا كده يعتبر خلصنا اول جنب. انا قلت لك مش بنعمل شغل جامد قوي في الجنب الامامي. انت عاوز تضيف مثلا صورة هنا، عاوز تضيف مش عارف ايه، بس هو غالبا الشغل كله بيكون في الظهر. تمام. تعالوا بعد كده للظهر، هتلاقيه بالطريقة دي. ادخل على عناصر، هات مثلا مربع برضو زي كده تاني، خلي مثلا اللون اصفر مثلا بالطريقه دي. احنا دلوقتي عاوزين نضيف صوره برجر، مشويات مش عارف ايه. بعد ما ضفته بالطريقه دي، شايف انت الدائره اللي انت عملتها في الجنب الامامي؟ ممكن تاخدها نسخ او تعمل بنفس الطريقه. انا هعملها لكم تاني عشان اللي ما خدش باله المره الاولى يركز في المره التانيه. ماشي. اختار الدائره كده، بعدين خلي اللون ابيض، بعدين ادخل على النمط، اختار تاني واحده وخلي النمط 2، بعدين اختار لون الخط خليه اصفر بالطريقة دي. ماشي. بعدين حطها مثلا هنا واعملها التكرار تاني هنا بالطريقة دي. ادخل على العناصر بقى، ابحث عن مثلا برجر، مثلا برجر. ممكن تختار اي صورة من الاشكال دي. يعني بصوا بالطريقة دي مثلا تحطه هنا، حطه هنا. بعدين ادخل تاني ابحث على مشويات، مثلا مشويات. ممكن تختار الصورة دي كده، وبعدين شيل الخلفية. لو لقيت ليها خلفية بيضة زي كده دوس عليها، بعدين دوس على مزيل الخلفيات، هتلاقي الخلفية بتاعتها اتشالت. بعد كده ممكن تحطها هنا بالطريقة دي. الموضوع سهل. احنا عاوزين نضيف اي صورة وخلاص عشان نكمل الكارت بتاعنا. برضو جات لي فكرة دلوقتي، ممكن نضيف صورة تالتة في النص هنا. تعالوا بس نجيب الحاجات دي كلها على جنب. دوس كده، بعدين دوس تحديد تحديد تحديد، بعدين حركهم يمين شوية في الحتة دي مثلا، وشد المربع الأصفر في النص كده. بعدين دوس تكرار للدايرة، خليها مثلا في الجنب ده، وخلي اللون أصفر، اعكس الألوان، وخلي لون الخط أبيض. بعدين ندخل على عناصر، عاوزين نجيب مثلا صورة بيتزا. بيتزا أي صورة وخلاص تبع البراند بتاعك. ماشي. ممكن نختار الصورة دي كده ونحطها في الدايرة دي بالطريقة دي. تمام. احنا كده يعتبر ضفنا الصور بتاعتنا. عاوزين نعمل لهم ظل. الظل سهل، هندخل على عناصر كده، يعني مفيش اسهل من الظل، واحنا كنا عاملين فيديو شرح للظل كامل. نكتب ظل كده، بعدين اختار مثلا اي شكل من الاشكال دي، ممكن الشكل ده كده. بعدين ادخل على الطبقات، خليه تحت صورة البرجر، صغر بقى شوية. بعدين دوس تكرار، حطه تحت طبق الشيش طاووق ده ولا مش عارف ايه. ماشي بالشكل ده. بعد ما ضفنا الصور بتاع البراند بتاعنا، احنا دلوقتي عاوزين نضيف هنا ايه بقى؟ الارقام والعنوان واللوجو مش عارف ايه. تمام. هات الاول كده اللوجو من هنا نسخ، دوس المزيد، بعدين نسخ، بعدين دوس هنا لصق. حط اللوجو في الشكل ده مثلا هنا، او ممكن تكبر حجمه كده. تمام. احنا بقى في الجنب اللي تحت ده عاوزين نضيف العنوان والرقم وارقام التواصل يعني وكده. تمام. ادخل على عناصر مثلا، اختار شكل مربع تاني، خلي اللون اصفر او احمر يعني زي ما انت عايز. حط اول واحدة هنا كده. ماشي. بعدين دوس تكرار، بعدين دوس تكرار تاني بالطريقة دي. اول حاجة هنكتب فيها العنوان، بعدين الرقم، بعدين مثلا الانستا والفيس وكده. ادخل بس على العناصر، اكتب ايقونة لوكيشن، هتلاقي في حاجات ظاهرة زي دي كده. مثلا خلي اللون احمر، احمر اللي معانا في التصميم ده او نبيتي. بعدين صغره شوية كده وحط على قصاد الشريط. بنفس الطريقة هتضيف تحت رقم وبعديها الانستا مثلا او الفيس. تدخل على عرض الكل، هتلاقي في حاجات ظهرت لك مثلا موبايل هنا. بعدين خلي اللون الاسود يبقى احمر، اللي هو النبيتي ده، او الاحمر ولا ما عارف، ما تركزوش يعني. المهم يعني تشتغلوا بنفس الالوان، بلاش الوان كتير في التصميم. تمام. بعد كده مثلا عاوزين نضيف البريد او الانستا زي ما هو مطلوب منك. احنا مثلا نخلي البريد، خلي اللون الاسود يبقى احمر بالطريقة دي. ماشي. احنا دلوقتي عاوزين نضيف التفاصيل بتاع المطعم. طبعا هو الاسم المطعم لو موجود تضيف الاسم. طب احنا دلوقتي هندخل على النص، بعدين دوس اضافة عنوان، اكتب مثلا العنوان بتاع المطعم، بعدين خلي اللون ابيض. بعدين ادخل على الخط، اختار خط كويس تشتغل بيه، بلاش خطوط غريبة في الكروت عشان انا بشوف حاجات غريبة بصراحة في الخطوط، وانا بعمل لكم فيديو ازاي تختار خط مناسب. تمام. بعد كده ممكن تصغره شوية كده، حطه في الشريط ده. احنا ممكن نبقى نصغر الشرطان الصفرا دي
عشان ما تبقاش واخدة مساحة على الفاضي. تمام، بعد كده دوس تكرار واكتب الرقم بتاع المطعم، حطه هنا. بعدين ضيف البريد برضو اي حاجة وخلاص، تحطه كده، تخليهم كلهم في نفس البداية. بصوا عشان يبقى شكل الكارت بتاعك متناسق. انا دلوقتي ممكن نقصر الشرطين دي شوية كده، قصر دي شوية كده، قصر يا باشا. تمام بالطريقة دي. انا بصراحة انا شايف صورة البيتزا دي ملهاش لازمة، انت ممكن تحذفها كده وخلي بس في صورتين بس هنا. تمام، حركهم بس شمال شوية هنا. احنا عملنا بصوا كارت جامد. تمام، ممكن برضو هنا تضيف صورة لو انت حابب. يعني اهم حاجة بس في الكارت يبقى موجود اللوجو وصور والعنوان. ومثلا ممكن نكتب هنا افضل طعم. خد بس الكلام من هنا نسخ، خد الكلام من هنا نسخ. بعدين تعالى في الكارت الامامي دوس لصق، خلي اللون مثلا نبيتي او الاحمر ده، واكتب طعم يستحق التجربة مثلا، طعم يستحق تجربة، بالطريقة دي، بالشكل الجميل ده. احنا كده خلصنا الكارت بتاعنا. تعالوا بعد كده لأهم خطوة علشان تحفظ التصميم وتبعته للعميل. هتدوس على السهم اللي فوق، بعدين دوس تنزيل، بعدين هتلاقي نوع الملف، اختار نوع الملف PDF للطباعة. تمام، بعد كده حدد الصفحتين مع بعض اللي هما بتوع الكارت، او كل كارت لوحده، او كل وش يعني لوحده والظهر لوحده. بعدين دوس تم. بعدين الملف التعريفي خليه CMYK. تمام، بعد كده تدوس تنزيل، هتلاقي الكارت نزل عندك. تعالوا دلوقتي ننزل الصورة عشان نحطه على موك اب. هسيب لك موقع في الكومنتات لو انتوا عارفينه، كنت عامله قبل كده في فيديو علشان نحط الكارت على موك اب. هندخل على الموقع دلوقتي ونحط الكارت على موك اب. بعد ما تدخل على الموقع اللي هسيبهولك في الكومنتات او في الوصف هتلاقيه بالشكل ده. تمام، ممكن تلاقيه بالشكل ده لو انت فاتح على الموبايل. انا فاتح على الموبايل بس عامله اكنه على الكمبيوتر. تمام، هتلاقيه بالشكل ده. انزل تحت شويه كده، هتلاقي في حاجه اسمها نموذج بطاقه عمل، دوس عليها. بعدين انزل تحت كده هتلاقي في حاجات جميله ظهرت زي المنيو مثلا، ده اللي استخدمناه قبل كده. احنا هنستخدم الموك اب للكارت ده، ادخل عليه كده. طبعا الموقع مجانا. تمام، بعدين ضيف الصورتين. بس هنعمل حركة علشان تعرف تستخدم، ودوس على الثلاث نقط اللي في جوجل فوق على الشمال او على اليمين، وبعدين دوس على موقع مصمم للكمبيوتر علشان يبقى فاتح معاك كأنك على كمبيوتر وتعرف تستخدم يعني البرنامج. تمام، او الموقع. بعدين دوس رفع، ارفع الوش بتاع الكارت. بعدين دوس تم، بعدين دوس قص واستكمال. بعدين ارفع الظهر بتاع الكارت، دوس قص واستكمال. بس هتلاقي حط لك الكارت على موك اب. بعدين دوس تحميل. طبعا الموقع مجانا زي ما قلت لكم. تمام، هتلاقي الصورة نزلت عندك بالشكل ده. وزي ما انتوا شايفين كده عملنا كارت بكل سهولة، موجود فيه الارقام والعنوان وصور للمطعم او البراند بتاعك على حسب ما هو ما العميل طالب منك وكده. اهم من ده كله تعمل تغذية بصرية. يعني انا عملت تغذية بصرية مثلا جات لي الفكرة دي، الاسلوب ده للكارت. انت تعمل تغذية بصرية جالك اسلوب احسن من ده ممكن تعمله، تحاول تقلده. الاهم تلتزم بلونين مثلا بس، وتلتزم بخط واحد. بص الخط اللي قدام نفس الخط اللي ورا، والصور تبقى واضحة ودقتها عالية، وتستخدم لوجو بدقة عالية. تمام، بعد ما نزلت الصورة وعملت الموك اب وعملت الكارت هتدخل على جروب الكانفوي على الفيس، وبعدين نزل الكارت بتاعك هنا علشان كلنا نقيم ونقول رأينا وكده لو في اي تعديل. تمام، بعد ما خلصنا تصميم الكارت زي ما انت شايف الموضوع سهل اوي. اهم حاجه تعمل تغذيه بصريه وتعمل افكار على قد ما تقدر، تشوف افكار على بنترست وحاول تقلدها. تعالوا بقى لاهم حاجه في الفيديو بتاع النهارده، ازاي اقدر ابيع التصميم بتاعي وازاي اقدر اعمل الكارت بتاعي وابيعه للناس. تمام، عندك اول حاجه يا باشا الناس اللي حواليك كلهم قرايبك يعني يبقى عارفين ان انت بتعمل تصميم كروت مثلا، او بتعمل تصميم شهادات تقدير، او بتعمل يعني شغال في الجرافيك عموما. تمام، تنزل على الاكونت بتاعك على الفيس، تنزلها على الاكونت بتاع التيك توك. المهم يعني الناس اللي حواليك يعرفوا ان انت شغال في الجرافيك وبتعمل كروت. تمام، تاني حاجة يا باشا معانا ما تعتمدش على الكارت الواحد اللي انت هتعمله، يعني شوف افكار احترافية. افضل اعمل 10 كروت كمان ما تزهقش، اعمل كروت كتيرة على لحد ما تلاقي نفسك وصلت لنتيجة انت ما كنتش متوقعها، لان التكرار بيعلم الشطار. تمام، فانت على قد ما تقدر حاول تعمل افكار جديدة واحترافية اكتر لحد ما يبقى عندك مجموعة كروت، علشان بعد كده الزبون او العميل اللي هيكلمك يقول لك ابعت لي التصاميم اللي انت عاملها في الكروت علشان يتفرج عليها ويشوف انت تقدر تعمل التصميم زي ده ولا لا. تمام، تالت حاجة بقى اقول لك عليها، انت دلوقتي مثلا عملت الكارت، هنفترض ان ده كارت مثلا شخص، طبعا ده مش كارت اللي هو المراجعات وكده، وان شاء الله يبقى ليه فيديو برضه مخصوص ازاي نقدر نعمله. تمام، ده مثلا الكارت اللي انت عملته على كانفا، ازاي بقى تقدر تبيعه؟ تالت طريقه معانا، هتروح ماشي المطبعه، اكيد في مطابع كتير جنبك، لو اي مكان
مكان هتلاقي فيه مطبع او اي مكتبه، قول له عايزك تطبع لي الكارت ده، تمام. هتروح طبع مثلا كارت 2 3 تخليهم عندك، هو يطبعهم بقى شكله حلو والتصميم هتبقى انت عامله كويس، اختار افضل كروت انت عاملهم وخليهم يطبعهم لك، تمام. بعد كده الناس اللي جنبك مثلا قريبك شغال في مثلا في محل، قريبك في شركه، قريبك محامي، قريبك استاذ، قريبك بيدي دروس، قريبك مش عارف ايه، اعرض عليه مثلا، قول له عاوز اعمل لك كارت مثلا، اعمل لك كارت تتفرج عليه، لو عجبك اشتري مني. ما تتكسفش طالما انت اشتغلت، ما تتكسفش، انت بتعمل شغل حلال يعني، انت مش بتبيع لا مؤاخذه حاجه حرام، فاهم؟ فانا عاوزك ما تتحركش يعني، انت عملت الحاجه ده شغلك، اعرض على الناس، عدي على المحلات لو قدرت تعدي على المحلات، قول لهم انا عندي كروت، لو حابين اعمل لكم كارت يبقى للمحل بتاعكم، في ارقام التواصل وفي العنوان وفي الباركود بتاع بيدج الفيس وفي اللوجو اللي هتعمله برضو، ده كله قول له اقدر اعمله لك في كارت صغير وبسعر كويس. اول ما تقول لهم السعر طبعا مش هيختلفوا معاك خالص، السعر بتاع الكارت بيتراوح من بين ال 150 لل 250 او 300، تمام. انت ممكن تبقى لسه بادئ، تحاول تعمل الكارت ب 100 150 200 كمان لو وصلت لنتيجه كويسه، على قد ما تقدر خلي السعر حنين في الاول لحد ما ربنا يفتحها عليك، تمام كده. اول طريقه تنزل على الاكونت الفيس، تاني طريقه تنزل شغلك تجهز وتبقى تبعته للعميل اول ما تنزل على جروب الفيس مثلا، على الجروبات بتاعه التصاميم وكده. تالت طريقه تطبع التصاميم بتاعتك وتدخل على المحلات او تبعت للشركات على الفيس مثلا، اي شركه قدامك او اي اكونت او اي صفحه او مطعم او غيره، خش بعت لهم قول لهم الكروت دي بتاعتي انا هعملها، لو حابين يبقى في فرصه تعاون بينا اعمل لكم كارت وكده يبقى شرف ليا، تمام. وتبعت لهم الكروت بتاعتك، لو عايزين كارت هيكلموك يقول لك اعمل لنا كارت وبتاع وكده. بس دول هم الطرق اللي لازم تعملهم علشان تقدر تكسب من الكارت بتاعك، تمام. بس ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا، واستنوا الفيديو الجديد، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يفتح لكم باب رزق. اعمل بس اللي انت تقدر عليه عشان ربنا مش بيضيع مجهود حد، تمام. انت ربنا شافك بتتعب وبتحاول تعمل عليك، فربنا يفتح لك الابواب ويرزقك من وسعه، تمام. فبس انتظر الفيديو الجديد واشوف وشكم على خير، سلام.